السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. إن شاء الله ربي يتقبل صيامكم وإن شاء الله عيدكم مبروك. تخيلوا بعد فيديو القطة والإمام اللي يصلي في التراويح، اللي خاشع الرب سبحانه، معناها بكل خشوع يصلي، بالرغم اللي القطوسة طلعت على كتافه ما تحركش بالكل، واحد آخر في بلاصتو كان ينجم يهرب، ينجم يصيح. وهذه قوة الإيمان والتقوى. بطبيعة الحال الإمام ماهوش محتاج باش نحكي عليه، ما شاء الله الفيديو جاب مشاهدات بالمليار والعالم كامل حكى عليه. الموضوع المستفز واللي حقيقة استفزني برشا كمسلمة، هو فيديو هبط في وسائل التواصل الاجتماعي، معناه عنده هكا فترة مدة صغيرة مش برشا، معناها في الوقت اللي الإمام معناها يصلي بخشوع هبط معناها فيديو الوحدة سعودية هي وجماعتها تستهزأ بالإسلام، يعني تتمسخر وتضحك، معناها لابسة لبسة عريانة وحاسبة روحها تصلي وهما قاعدين يتمقعروا، معناها بالصلاة اللي هي ثاني ركن من أركان الإسلام. الصلاة اللي كيف ما قلت لكم اللي هي ثاني ركن من أركان الإسلام، معناها بعد الشهادة، تتمسخر بها. والشيء اللي استغربت منه كونهم يعني من السعودية جايين، يعني من أرض مقدسة. آمين. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد يوسف قال الله أكبر. جنى جو الله أكبر. الله أكبر. جنى ما يعرفون الصلاة، والله العظيم ما روى من الدين، استغفر الله العظيم. إلا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جالس الحمد لله رب العالمين. هاكم كنتوا تشوفوا أصدقائي وأحبابي، بالله يعطيوني رأيكم في التعليقات. يعني وصلنا اليوم مرحلة الاستهزاء بالدين وكلام الله والصلاة، معناها لا حياء، معناها من غير حشمة، قمة النذالة، قمة السفالة وقمة الكفر. معناها توكي تجي تشوف معناها نقارنوا بالغرب، والله انا نشوفهم لجانب يحترموا الدين متاعنا. حتى في رمضان معناها الاجنبيه تلقاه يحشم باش ياكل قدامك. اليوم معناها نشوفوا ناس معناها من مكة المكرمة، معناتها من أرض مقدسة، سعوديين وصلوا للدرجة هذه. بطبيعة الحال أنا ما نعممش الحقيقة، فما ناس معناها سعوديين محترمين، على فكرة ما همش الكل، أما نتوقع اللي خاطر ما نتصورش أن السعودية تسقط على حاجة كيف هذه. أنا نتوقع اللي هما ما يعيشوش في السعودية، ونتمنى أمنيتي يطالبوا بجلبهم ويسلطوا عليهم أقصى العقوبة، يستاهلوا، خاطر ما يش لعبة معناها الدين، خاصة الصلاة، معناها صلاة مقدسة. هذه الحاجة الحقيقة اللي استفزتني وحبيت نذكرها ونقولها، وربي إن شاء الله يهدينا أجمعين معناها لما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.